في شركة لو توقفت عن العمل لمدة شهر واحد ممكن يتعطل جزء كبير جدا من صناعة الذكاء الاصطناعي في العالم كله، ومع ذلك ناس كتير عمرها ما سمعت عنها. أنا هنا بتكلم عن TSMC. يعني أنت ممكن تكون سمعت عن انفيديا وابل وAMD وكوالكوم، لكن في سؤال مهم جدا بقى، هو مين اللي بيصنع الشرائح لكل الشركات دي؟ والإجابة هي TSMC، الشركة التايوانية اللي بتصنع أكتر من 90% من الرقائق المتقدمة في العالم كله. يعني كل سباق الذكاء الاصطناعي اللي احنا شايفينه ده بيعتمد على مصنع واحد تقريبا. وده مش كل حاجة، ابل ما بتصنعش معالجات الايفون، وانفيديا ما عندهاش مصانع، وAMD ايضا ما عندهاش مصانع، حتى بروكوم بتعتمد على TSMC. كلهم بيصمموا الرقائق لكن التصنيع عند شركة واحدة. وعشان كده كل مرة TSMC بتعلن إنها هتزود الإنتاج، أسهم شركات الذكاء الاصطناعي كلها بتتحرك. وفي كل مرة بيحصل توتر بين الصين وتايوان السوق كله بيقلق، لأن الموضوع مش شركة واحدة، الموضوع سلسلة إمداد للعالم كله. وده بيخلي السؤال حقيقي بقى، هل أهم شركة في عصر الذكاء الاصطناعي هي فعلا انفيديا ولا الشركة اللي بتصنع شرائح انفيديا من الأساس؟ اكتب لي بقى رأيك في الكومنتات.